هنعمل سلطه عدس. سلطه عدس يعني هتناسب كل الناس. بمعنى ايه؟ انت مسلم، انت مسيحي، هتاكلوا الاكله دي وهتتبسطوا بيها. هناخد بس العدس بتاعنا ده لسه دافي طبعا، هنصفيه كويس. المقادير بنسى، معلش، انا اسف. حاضر. بصوا المقادير بتاعتها ايه. لازم العدس ده يبقى سخن. فاكرين ليه؟ طبعا حلو. انا عندي عدس، عندي فلفل رومي احمر اصفر اخضر، عندي شبت، عندي ريحان، عندي توم، عندي ايه ده، عايز اعمل لكم اعمله لكم في السريع كده. حلو. عندي مشروم، هنحط المشروم ده هول، وعندي فلفل. بصوا الفلفل ده شكله يخض، لكن هو ما بيخضش خالص، هو من الفلفل الطيب برضو، من المزرعه اللي قلت لكم عليها من ناحيه سفاجه دي، بيعملوا شويه فلافل هناك عظيمه. عندي زيتون اخضر متقطع شرايح. عندي ايه بقى؟ عندي حته مهمه قوي. عندي هنا توفو ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الفول الصويا. بياخدوه بيفرموه بيعصروه وبيجمعوه كده، بيعملوا له حاجه زي الجبنه، فده بيبقى طعمه عامل هو زي الجبنه بس هو مش جبنه. طيب هنا ده توفو او جبنه ايه؟ او جبنه فته. يعني دي جبنه فته، نقدر نقول عليها جبنه فته. دي توفو. توفو. التوفو ده نباتي من الصويا، فينفع يتاكل للمسيحيين اللي صايمين اليومين دولت، مفيش مشاكل عندنا هي في دي. وينفع لو انتوا يعني عايزين تحطوها جبنه، تقدروا تحطوها جبنه فته عاديه خالص. حلو. هنعمل ايه؟ هنبتدي بالصوص او الدريسنج بتاعنا الاول، اللي هو عباره عن، انتوا ما جبتوليش المبشره بتاعتي مش كده؟ قلتوا هتجيبوها ما جبتوهاش، مش مشكله. خلاص. هنعمل ايه؟ هنعمل زيت زيتون. هناخد زيت زيتون الاول، زيت الزيتون العظيم بتاعنا ده. حلو. دي البدايه. وهاخد معايا معلقه كبيره مستردة. الوصفه دي هتعجبك برضه يا سهى، خلي بالك يا سهى يا سمير، دي اللي عايزاها وصفات للصيام، ادي وصفات صيام. حلو. ماشي. ملح وفلفل اسود. حلو. انت اخبارك ايه؟ سخنتي؟ سخنت. بصوا بقى، انا هنا المشروم زي ما هو، مش هعمل عليه اي حاجه، مش هحط حتى نقطه زيت هنا في الطاسه. المشروم هنا هحطه بحاله، ممكن نشيل شويه رجلين عشان انا مش عايز الرجلين دي قوي كبيره بالذات، بس ما برميهاش، انا بحتفظ بيها. انا خلصت اصلا البتاع ده، بيستوي في مفيش اصلا. اهو. وده زي ما قلت لكم بيستوي في السريع، وبيكمل تسويه تاني حتى بعد ما بنطلعه من على النار، فاحنا هنشيله 3/4 تسويه. خلاص. ممكن تعملوا ايه بقى؟ حركه صايعه لو انتوا عايزين تتاكدوا ان هو استوى من جوه، زي ما هو كده. فاكرين عملنا حركه قبل كده زي دي؟ ديك خلصت. اي بخار هيطلع هتبص تلاقوا ايه اللي بيحصل. تعالى. اي بخار هيطلع هتبص تلاقوا ايه؟ طالع بيسويه من جوه. تمام. بس كده. فانا بقى عندي هنا الزيت الزيتون، زيت زيتون، مستردة، ملح وفلفل اسود. لقيتوا المبشره؟ مش لاقيينها. هناخد شويه توم. هاتيها وتعالي يا دعاء، ما تخافيش. ينفع تدخلي علاء. خالد ما عندوش مشاكل في الحته دي. هنحط التوم. لو مكسوفه دخلي محمود، لو مكسوفه تدخل محمود. هنا اخبارنا ايه؟ زي ما هو هيستوي، زي ما هو، مش حاطين اي نوع من انواع السوائل جوه. فاحنا حاطينا توم، مستردة. هنحط ليمون، عصير ليمون اهو. حلو. بصوا بقى الليمون لما هيتحط هنا هتبص تلاقوا الصوص نفسه ابتدى يربط مع بعضه نفسه.
فبقى عندي ده وده وده وده. ماشي. عندي ايه تاني؟ عندي زيتون اخضر شرايح. قلب قلب قلب. وعندي شبت. مش كل الناس بتحب الشبت، بس صدقوني الوصفه دي الشبت فيها هيديها طعم رهيب. الشبت هنا حلو قوي. مش عارف الناس ما بتحبش الشبت ليه؟ انا بحب احط الشبت في حاجات كتيره، بس الشبت ده عظيم. تعالي يا دعاء، تعالي ما تخافيش. تعالي تعالي بس، تعالي ادخلي عادي والله. اهو انت طالعه على الكاميرا اهو دلوقتي. بصي اعملي باي باي، اعملي باي باي، اعملي باي باي كده، اعملي باي باي يا دعاء. هناخد بشر الليمون. بوس الكابتن. هناخد البشر بتاع الليمون ده. اخبارك ايه يا معلم؟ بس هو هيبتدي خلاص، يبتدي يدبل. انا عايزه بقى ايه؟ على مهلك. ماشي. شوف دعاء بصراحة أنا مطلع عينيها معايا يعني، مهدودة معايا. لسه ناخد شوية بشر تاني. فاضل لي قد إيه يا ريس؟ ما تهزرش، خلص الوقت بتاع الفقرة؟ اوبا، طب لا خلاص أنا خلصت أصلا. أهو هاخد شوية ريحان كده زي ما هما، هقطعهم بإيديا. الريحان ما تاخدوش من نفس القطعية مرتين. الريحان لو اتقطع في نفس المكان مرتين يسود. عشان كده الريحان بناخده نعمل فيه ايه؟ بنلفه كده طبقات طبقات طبقات، وبنقطعه بالسكينه مره واحده. الطبقه اللي عملناها ما بنرجعش عليها. عندي فلفل رومي احمر اخضر، كله ده هيتوزع معايا هنا. اصفر، يعني سلطه عظيمه. اهو حالا هحط الفلفل ده زي ما هو. ده فلفل يعني سويت، ده مش فلفل حامي. حلو. نحط ده كده مع بعضه. هنقلب بقى كل الحاجات دي. عندي هنا ذرة، اقطع حته ذرة. ماشي. هنحطها كده زي ما انتم شايفين كده. حاجة عظمة اهي. تمام. دي ذرة مسكرة، ذرة مسكرة. واحنا حطينا هنا معاها. نحط بقى العدس بعد كده على كل ده يبتدي وهو سخن. والله يبقى انا عارف انها هتتاكل من غير عدس، بس لما هنعمل كل ده مرة واحدة ايه اللي هيحصل؟ هتبص، لا بالعكس، ما انا عامل لك الحاجات اللي توازن القولون، يعني ما تخليش الاكله دي تنفخك. يعني الاكله دي مش هتنفخك، انا عارف بقول لك ايه. حلو. هنقلب بقى تقليبه كده سريعه. العدس يشرب من كل الحاجات دي كلها. نديله شويه. بصوا الالوان يا جماعه بتاعتها عامله ازاي، مش طبيعيه يعني، مش طبيعيه. ريحان مع الشبت، كل الحاجات دي هتريح المعده. انت اخبارك ايه يا معلمي؟ بس بصوا هو ابتدى يطلع ميته وابتدى يدبل. هو طلع ميه من غير حاجه. خلاص انا عايزه بقى يبقى روستد كده زي ما انتم شايفين، لان انا هحطه زي ما هو. هحطه زي ما هو كده استوى. بس كده خلاص، شكرا. هنقلب تاني مع بعضه. طعمها مش طبيعي وريحتها مش طبيعيه. حلو. هنختم بايه؟ يا اما نختم زي ما قلت لكم كده بالجبنه الفته دي، او بالطوفو بتاعنا. الطوفو ده هتلاقوه فين طيب يا جماعه؟ الطوفو ده هتلاقوه في المعادي. في كميه يابانيين وصينيين هناك كتيره قوي، هتلاقوهم موجودين وبيبيعوه. تعالوا بس ايه نقدم الكلام ده. مساء الفل يا ندى، انت اللي عرفتني على المكان بتاع المعادي العظيم ده. تعالوا، احمد ندى صديقي هو اللي عاملها. هو اللي قال لي تعالى اوريك بقى الحاجات دي بتتباع فين. بصوا ده المنظر بتاعنا. سلطه عظيمه. انا خلصت يا ريس، خلصت. بص هي عامله ازاي.
حلو، حطوها كده وتقدموها تبقى عظيمه. باشمهندس شنوده هتعجبك دي النهارده.